يا صباح الخير عليكم أو مساء الخير الوقت اللي حضراتكم هتشوفوا فيه الفيديو، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. احنا النهاردة خرجنا برا المطبخ وعملنا جولة حلوة في معرض زهور الربيع. المعرض ده في المتحف الزراعي في الجيزة. جولة حلوة، يا رب تعجبكم وتستفيدوا منها وتكون خفيفة عليكم، وإن شاء الله برضو هتستفيدوا منها لأن فيها عروض حلوة وأسعار جميلة خالص. أكتر كتير من اللي بتبقى موجودة جنب بيت كل حد فينا، أو لو انتوا طبعا جنبه هنا هتستفيدوا كتير منه. دي كانت بداية الدخلة كده من البوابة الرئيسية، وده بداية برضو الدخلة للسوق اللي فيه كل الحاجات، اللحوم والخضار والفاكهة والزيت، حاجات كتير بصراحة أسعارها حلوة. يلا نشوف بالتفصيل. ده هنا خيار، الطبق ده كيلو ب10 جنيه، والفاصوليا برضو ده كيلو ب20 جنيه. طبعا الخيار بره أغلى بكتير، والفاصوليا طبعا أغلى برضو. هنا ده الشبكة دي فيها كيلو طماطم ب5 جنيه، الفلفل الألوان ب25 ده كيلو، الفلفل الرومي ب20، الفلفل الحامي الشبكة دي فيها كيلو إلا ربع ب10 جنيه. طبعا كل الحاجات دي بره سعرها مش دي الأسعار خالص. الفلفل الحامي ب20 بره. البصل الشبكة دي فيها 6 كيلو، ال6 كيلو دي ب30 جنيه. هنا اللحمة ب250، دي لحمة بلدي، لحمة كندوز ب250 جنيه، والضاني ب350 جنيه اللي احنا شايفينها دي قدامنا. وطبعا زي ما احنا شايفين في اقبال عليها، يعني شكلها جيد، وهي بصراحة كمان كانت طازة. هنا رحنا عند الزيوت، زيت الزيتون والزيت الآلية العادي، وطبعا في أنواع كتيرة جدا. زيت الزيتون أعلى حاجة كانت ب220، وطبعا في أسعار أقل، يعني في ب180 وفي ب160، وفي أحجام، في كيلو لتر، في أزاز لتر وفي أزاز نص، يعني اللي احنا عايزينه هنلاقيه. في طحينة، في عسل أسود، في زبدة. كيلو الزبدة ب160، كيلو العسل بيبتدي من 140، الطحينة فيه ب100، في أعلى من كده في ب160. يعني بصراحة أسعار مختلفة وكلها النوعيات جيدة. طبعا أنا مش قادرة أدخل جوه، اللي هقدر أقرب عليه ونشوف سعره بنفسنا هنشوف، واللي مش هينفع أنا هقولكوا طبعا على الأسعار. بحاول كده أقرب لكم عشان تشوفوا كل حاجة بعينيكم. زي ما احنا واضح كده الزبدة هنا ب150 وب160. لو عارفين تشوفوا الخل هنا فيه أزايز ب15، فيه ب10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حقيقي الأسعار هنا حلوة جدا 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 أكتر من بره، يعني لفتة حلوة قوي من وزارة الزراعة إن هي عملت حاجات بسعر مخفض. دي الناس كتير هتستفيد منها. هنا الأحجام المختلفة هنا لزيت الزيتون والزبدة والطحينة واللبن. اللبن بخيره في أماكن بره ب18، هنا ب15. الطحينة بره ب180 وب200، هنا ب160 بس. الزيت آه أعلى إزازة ب65 اللتر. هنا عند البط والفراخ، البط العابد الكيلو ب130، الفراخ الحشو الكيلو ب115، الفراخ الكبيرة اللي هي كيلو ونص واتنين الكيلو ب120. هنا ممكن نقول إن البط والفراخ سعرها قريب لسعر بره، يعني الفرق مش واسع. هنا المفروم، كيلو المفروم ب240، كيلو الكفتة الشوي برضو نفس الحكاية ب240، كيلو المفروم كفتة الرز ب240. في طبق هنا كبدة شرايح أو عصافيري، الطبق 500 جرام ب50 جنيه. وطبعا في أنصاص وفي كيلو كامل، وكلها حاجات مغلفة ونظيفة. الحاجات دي اللحوم دي مجمدة، اما اللحمه الاولانيه اللي احنا شفناها اللي ب250 دي كانت بلدي، دي خارجه من منافذ وزاره الزراعه، وشكلها زي ما قلت لكم طازه وفريش جيده يعني.
هنا طبق البيض، كرتونة البيض ب120، بره زيادة 10 جنيه، يعني الفرق برضو كويس مش وحش. في برضو هنا تمور، في بلح وفي عسل. التمر هنا معرفتش اصوره قوي، فيه بيبتدي من 50 و55 و60. العسل برضو هنا بيبتدي من 140، وعسل بالشمع بتاعه في كمان ب160 وب180. كيلو المخلل الليمون هنا فيه ب40 وفيه ب60 وفيه ب49. الزيتون ب70 وفيه كمان نوع ب80 اللي هو الاسود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا برضو الزيت ب215 ل2 لتر الأصيل. وهنا عندنا الكيلو هنا زيت خليط ب65 زي ما قلتلكوا، اللتر ما بيزيدش عن 65. هنا زيت عباد لتر ونص ب165، هنا ب147. شكارة الرز دي في الصالحية ب150 وفي كمان ب180. وحقيقي أنا جربته رز جيد. أهو الأسعار، ال5 كيلو ب150 وفي كمان ب180. الفاصوليا البيضة هنا ب50 الكيلو، بس الكيس ده ما بيبقاش كيلو، بيبقى 900. وبرضو دي اللوبيا نفس السعر. كيلو الرز ب28، كيلو الرز البسمتي ب75. يعني بره ممكن نلاقي الرز برضو بنفس السعر ده، وممكن نلاقيه كمان ب26. في حاجات سعرها جيد زي الخضار، زي العسل، زي اللحوم والألبان، هنا برضو سعرها قريب لسعر بره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكل حاجة متوفرة. الجبن في هنا، العسل زي ما قلت لكم الكيلو ب140. في الجبن بأنواعها والألبان. هنا برضو العلافة، الفاصوليا البيضة ب70، دي السايبة مش المعلبة، مش المغلفة يعني في أكياس. الترمس هنا كان ب50. الفاصوليا قلنا ب70 واللوبيا ب70. والحمص هنا ب60 وفي نوع ب70. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفول المدشوش ب40، والفول التدميس برضو نفس الحكاية ب40. هنا العلافة سعرها أقل من بره، في حاجات وحاجات، بس الغالبية العظمى سعرها أقل من بره. الرز البسمتي برضو هنا ب70. الفلفل الأسود هنا ب250. الكمون ب330، وطازة حقيقي ولونه جيد جدا. برضو المطحون بنفس السعر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جولة حلوة قوي وجولة لطيفة. اللي قريب في الجيزة من المتحف الزراعي هيستفيد قوي بالأسعار دي. هنا البطاطس بره غالية جدا ب15 وب18. هنا ال5 كيلو ب30 جنيه. البطاطس دي أنا جربتها بنفسي بصراحة، بطاطس رمل جيدة جدا، حلوة في القلية. الكيس ده 5 كيلو ب30 جنيه. يا رب الجولة تعجبكم وتستفيدوا منها.